تخيل انك تبعت بنتك ولا اختك تقرا حتى تلقاها في لايف في تيك توك تاع واحد يصور حط تليفون يدير لايف وهما باينين موراه يبين في وجوههم ولي كومونتير خاليه. هاد السيد لو يبان اذا عرفوه والديه روحوا احكموه زيروه هضروا معاه لانه الاداره تقدر ترفع شكوى، الاستاذ يقدر يرفع شكوى، اهل البنات يقدروا يرفعوا شكوى. تسمى وليدكم حيتجرجر يخرجوه من السيام ولا ليسي ما على باليش، يروح للحباس يروح الغرامه الماليه يروح للسورسي، يتخسر وليدكم. ربوا ولادكم، ما جبتوهمش باش ترموهم للزنقة هكذا تربيهم، ربوهم انتم مسؤولين، قدام ربي تتحاسبوا وقدام القانون تتحاسبوا تاني. ربوا ولادكم. هاي ليك الجرائم اللي دارها وليدكم يا مدام، هاي ليك نشر صور شخص دون إذنه والتشهير عبر الإنترنت، هاي ليك قصص من الواقع. كانت سلمى في الثانوية، صورت صديقتها وهي ترقص في القسم أثناء غياب الأستاذ، نشرت الفيديو على ستوري. في اليوم التالي فيديو انتشر والصديقة حاولت الانتحار بعد موجة التعليقات المهينة، وأدينت سلمى بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة. المغزى: الضحك في لحظة قد يكلفك مستقبلك كله. راني كاتب بزاف قصص، اللايف الذي دمر حياة أستاذ، هادو كاع قصص من الواقع. واش راهو يصرا دوكا راهو في الواقع. المديرة التي وقعت على صمتها، المعلم والمكالمة الليلية.